اهلا بكم في الدرس الثاني من سلسله ازاي تعلم نفسك الانجليزي. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الكلمات او الوردز. والكلمات هي اول حاجه انت بتتعلمها في اي لغه بعد الالفابتس على طول او الحروف الابجديه. اللغه الانجليزيه فيها اكتر من مليون و25 الف كلمه. انت محتاج تتعلم كام كلمه من المليون و25 الف كلمه دول عشان تقدر تتكلم انجليزي بطلاقه. الحقيقه الموضوع ما بيتقاس كده، لانك طول ما انت بتتعلم اي لغه بتكتسب كلمات جديده، وطول ما انت بتتكلم مع ناس اجانب مثلا او ناس نيتيف سبيكرز فانت بتكتسب لغويات او فوكابز جديده كل يوم. ولكن في تجربه اتعملت من خلال تسجيل مئات الكونفرسيشنز ما بين نيتيف سبيكرز، لقوا ان اكتر الكلمات اللي بتستخدم في المحادثات هم 2264 كلمه. يعني انت لو اتقنت ال 2264 كلمه دول هتقدر تتكلم انجليزي وتعمل conversations مع نيتيف سبيكرز من غير اي مشكله. ولحسن الحظ هتلاقي ملف اكسل فيه ال 2264 كلمه دول في الديسكربشن تحت الفيديو، وفيهم عدد تكرار كل كلمه، وكمان نوع كل كلمه سواء كانت noun verb adjective adverb او خلاف ذلك. قبل ما نتكلم عن طرق اكتساب كلمات جديده او التكنيكس اللي دماغك بيقدر يستوعب بها الكلمات، عايزين نعرف حاجه بسيطه جدا او حاجه مهمه جدا. هي انت امتى تقول ان الكلمه دي خلاص ثبتت في دماغك او ان انت اتعلمت الكلمه ديت وانضافت لحصيلتك اللغويه؟ الإجابة على السؤال ده أربع حاجات. أنت تقول إن الكلمة ديت خلاص انضافت لحصيلتك اللغوية لما تعرفها، لما تشوفها. يعني مثلا أنت بتقرا جرايد أو بتقرا رواية، شفت الكلمة ديت فأنت عرفتها. تعرفها لما تسمعها، لما حد يتكلم الكلمة ديت وأنت تسمعها فتعرفها. تفهم معناها بعد ما شفتها أو سمعتها فأنت فاهم معناها وعارف معناها. تعرف تنطقها صح. لو طبقت الاربع حاجات دول على اي كلمه ولقيتك فعلا بتعرف تعملهم فانت كده الكلمه ديت خلاص من حصيلتك اللغويه. طب ازاي هتقدر تكتسب كلمات جديده وتزود حصيلتك اللغويه؟ الحقيقه في طرق كتيره جدا ممكن من خلالها تكتسب كلمات كتيره. منها اول حاجه القراءه، وانا شايف ان ديت اهم واقدم طريقه لتعلم لغويات او كلمات جديده. ممكن تقرا روايات، ممكن تقرا صحف اجنبيه، ممكن تقرا مانيوال، لو اي حاجه مكتوبه باللغه الانجليزيه تقع تحت ايدك حاول تقراها. تاني حاجه ممكن من خلال مشاهده الافلام او المسلسلات الاجنبيه، والحقيقه ان انا كنت عملت فيديو بيشرح بالكامل الطريقه او التكنيك اللي ممكن من خلاله تستفيد من مشاهده الافلام. يعني مش انك تتفرج على فيلم او مسلسل ده بالنسبه لي وقت ضايع، يعني انت وقت فراغ وبتضيعه، فليه ما تستفيدش من الوقت ده من خلال الطريقه اللي انا شرحتها في الفيديو؟ هتلاقي طبعا الفيديو في الديسكريبشن تحت او في اي مكان هتلاقيه ظهر جنب هنا على الشاشه. تالت طريقه بقى وهي افضل طريقه وهي الكومبو، بقى ان انت بتجمع ما بين القراءه وما بين مشاهده الافلام. ازاي؟ انك تقرا الروايات اللي اتحولت لافلام، اللي هي النوفلز اللي عملوها موفيز. حاجات زي هانجر جيمز، برضو ممكن ذا هوبيت. في افلام كتيره جدا كانت في الاساس هي روايات وتحولت لافلام. فافضل حاجه انك هتتفرج على الفيلم فانت عارف الاحداث وتقريبا عارف الروايه، وبعدين هتقرا النوفل بقى او الروايه، فبالتالي هتجمع ما بين الاثنين. هتبقى يعني بجانب ان الموضوع هيبقى ممتع جدا هيبقى مفيد جدا جدا. انك تقرا مقالات باللغه الانجليزيه، يعني مثلا ممكن تتابع صحيفه الواشنطن بوست، نيويورك تايمز. ممكن تتابعهم على استحياء كده برضو في المجالات القريبه من مجال تخصصك. يعني ما تروحش تقرا في السياسه هتلاقي المصطلحات صعبه جدا. يعني ممكن تقرا في التكنولوجي لو انت مهتم بالتكنولوجيا شويه، ممكن تقرا في اي مجال انت مهتم بيه على الصحف ديت. طيب ولنفترض ان انت وانت بتقرا لقيت كلمه ما انتش عارف معناها، تعمل ايه؟ اول حاجه هوب على جوجل ترانزليشن، كلمه معناها تمام لا. يعتبر دي طريقه سيئه جدا جدا في البحث عن معاني الكلمات، لان جوجل ترانزليشن بيعتمد على الترجمه الحرفيه خارج السياق. دي اول حاجه. تاني حاجه انت عشان تتعلم انجليزي لازم تستخدم انجلش تو انجلش ديكشنري. يعني ايه انجلش تو انجلش ديكشنري؟ اللي هو قاموس انجليزي انجليزي. ازاي؟ قاموس على طول، يا اما عربي انجليزي، انجليزي عربي، عربي ياباني، كده يعني. القاموس اللي هو انجليزي انجليزي بيجيب لك المعنى ويشرح لك المعنى باللغه الانجليزيه ويجيب لك مثال كمان عليه. ازاي؟ مثلا كلمه essential، انت وانت بتقرا مقال لقيت كلمه essential وما انتش عارف معناها، فروحت على مثلا اوكسفورد ديكشنري او كامبريدج ديكشنري او ميريام ويبستر ديكشنري، وطبعا اللينكات دي هتلاقيها في الديسكربشن تحت. لقيته بيقول لك ان essential ديت معناها absolutely necessary and extremely important. انت مش عارف يعني ايه absolutely necessary ولكن عارف
extremely important يعني مهم جدا، شيء مهم جدا او اساسي. فانت عرفت خلاص ان essential هي شيء اساسي. وكمان هتلاقيه عامل لك مثال عليها حاجه زي fiber is an essential ingredient in our diet. فانت عارف fiber اللي هو الالياف، وعارف diet اللي هو رجيم او نظام غذائي. فالالياف شيء اساسي في نظامنا الغذائي. بس استنى، في كلمه غريبه كده اسمها ingredient. يعني ايه ingredient؟ فانت هتعمل ايه؟ هتروح برضو تدور في القاموس على كلمة ingredient، هتلاقيه جايب لك الكلمة ومعناها ومثال. الطريقة ديت بتشبه إلى حد ما القنابل العنقودية، بمعنى إن كلمة واحدة ممكن أنت بتبحث عن كلمة واحدة تتعلم من وراها 10 كلمات جديدة. الطريقة ديت طريقة جميلة جدا ومفيدة جدا، ولازم تستخدم الطريقة ديت في تعلم الكلمات الجديدة أو البحث عن الكلمات الجديدة. طيب هل الكلمة كده اتثبتت في دماغي؟ يعني خلاص essential أساسي، خلاص كده اتثبتت في دماغي؟ لا، الموضوع بيحتاج مجهود اكتر من كده شويه. فعشان تعرف تثبت الكلمه ازاي في دماغك، لازم تعرف الطريقه اللي دماغك بيثبت بيها الكلام. انت بتقول ايه؟ تمام. مثلا انا لما جيت اتعلم كار اللي هي سياره او عربيه، اول حاجه فكرت فيها هي العربيه الكارو. فكار عربيه كارو، فارتبط دماغي على طول ان كار سياره او عربيه، لكن في دماغي ربطتها بكلمه عربيه كارو. لما جيت عرفت ان عربيه كارو ديت او العربيه اللي بيشدها الحمار او الحصان اسمها كارت، فلقيت ان الثلاثه لهم علاقه ببعض. يعني كارت هي العربيه الكارو، وكار يعني عربيه، فالثلاثه لحد ما بقى لهم علاقه ببعض. كذلك دماغك لما بيجي يخزن حاجه في خلايا الذاكره، لازم الخليه ديت يكون لها مرتبطه ارتباط بحاجه عندك قبل كده او بحاجه انت عارفها، بحيث ان لما تيجي تنسى يعني تلاقي حاجه تفتكر بيها الكلمه ديت. زي ما قلت لك المثال بتاعي، ان انا لو نسيت يعني ايه عربيه كار بفتكر على طول اللي هي عربيه الكارو، فاذا كار يعني عربيه. المطلوب منك بعد الرغي الكتير ده، المطلوب منك انك هتشتري نوت بوك، حاجه زي وفين حاجه زي ده كده، نوت بوك. بحب اللون الاصفر، يعني حاجه برضو حاول تشتري حاجه مميزه، يعني مش اي نوت بوك وخلاص، حاول تشتري حاجه مميزه. فانا بحب اللون الاصفر وشايف ان هو جميل جدا، فانا هتشتريه اللي يناسبك، يعني ايا كان اصفر او اي حاجه من ديت. واي كلمه جديده تكتبها، وتكتب معناها بالانجلش مش بالعربي، وتكتب مثال جمله مثلا ولا حاجه استخدم فيها الجمله ديت، الكلمه ديت. النوت بوك ده حاول قدر الامكان انه يكون معاك على طول. ليه؟ لانك مثلا وانت واقف في طابور، وانت واقف مستني دورك في البنك، وانت في المواصلات، الوقت ده وقت محروق او وقت ضايع. ليه ما تستغلهوش انك تراجع على الكلمات او الوردز اللي انت اتعلمتها، وبالتالي دماغك هيتنيه نشيط على طول. فالمطلوب منك زي ما قلت لك هو النوت بوك ده، اي كلمه جديده تكتبها، وكمان براكتس 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 براكتس، تمرين. لازم تمرن لسانك على استخدام الكلمات ديت، لازم تعلم لسانك على النطق الصح للكلمات ديت. حاول تكلم نفسك كده كتير، يعني اي كلمه انت تتعلمها حاول تحطها في اي جمله. واستنونا في الفيديو اللي جاي اللي هو هيبقى pronunciation على ما اعتقد، لا مش pronunciation، الجرامر. اشوفكم في الفيديو الجاي. متنسوش تتابعونا على موقعنا دروسonline.com. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. السلام عليكم.